واخد أرض أو شقة من الحكومة وبقالك فترة مش عارف تدفع الأقساط اللي عليك وعداد الغرامات مش سايبك في حالك؟ طيب جمعت الفلوس بس خايف من مبلغ الغرامة؟ أنا جاي أقولك ما تقلقش، لأن الحكومة عارفة الظروف وعلشان كده طلعت قرار جديد هتعفيك فيه من الغرامات بس بشروط. فيا ترى إيه هي التفاصيل ووزارة الإسكان بتجهز دلوقتي لإيه؟ خليكم معانا في الفيديو ده هنقول لكم كل التفاصيل. خلال الساعات الأخيرة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد منح تسهيلات للمواطنين بخصوص سداد المستحقات المالية اللي عليهم للوزارة. من ضمن التسهيلات دي إعفاء بنسبة 90% من سداد غرامات التأخير بس بشرط تسدد كل المستحقات المتأخرة. على فكرة الكلام ده هيتطبق على الكل ولمدة 3 شهور من تاريخ الإعلان عن القرار بالصحف اليومية، سواء بقى كنت واخد شقة إدارية أو مهنية أو سكنية أو حتى محل تجاري. ونفس الكلام بالنسبة لقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها، سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي، وكمان لفيلات والشاليهات المقامة بمعرفة الهيئة. وحسب وزير الإسكان عاصم الجزار يقدر يستفيد من القرار الجديد الحالات اللي تخصيصها لسه شغال، وحتى الحالات اللي صدر لها قرار بإلغاء التخصيص بسبب عدم المستحقات المالية بس لسه الوحدة السكنية أو الأرض أو المحل في حوزتهم وما تخصصتش لغيرهم. في المقابل هتطلب الوزارة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والتنازل عن كل الدعاوى المرفوعة على الهيئة العمرانية أو الأجهزة. بكده يبقى في حالتين بس مش هيستفادوا من إعفاء الغرامات: الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكمان الأراضي اللي اتلغى تخصيصها وسحبتها الحكومة من أصحابها علشان ترجع للجهاز من تاني. أما بقى لو بتسأل على مشاريع الحكومة في ملف الإسكان الفترة اللي جاية، فصندوق التمويل العقاري بيجهز دلوقتي لطرح شقق للإيجار. أيوة زي ما سمعت كده، مي عبد الحميد رئيسة الصندوق قالت إن الحكومة دلوقتي شغالة على حصر أعداد الشقق الباقية من مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المحافظات. بمجرد الانتهاء من الحصر هيتم طرحهم للإيجار في أقرب فرصة، ده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح 100,000 شقة للإيجار علشان يوفر سكن كريم لمحدود الدخل. والميزة هنا إنك تقدر بعد 7 سنين تشتري الشقة وتبقى ملكك. في الطرح المنتظر الشقق دي هتبقى متاحة من تاني في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية بمساحات مختلفة ما بين 75 و 90 متر. كمان بتجهز الوزارة لطرح مرحلة جديدة في أراضي بيت الوطن للمصريين المقيمين في الخارج من خلال 3000 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 400 وحتى 1500 متر. أسعار بتبدأ من $190 حتى $600، وده حسب مكان القطع في كل مدينة. ده هيحصل في عدد كبير من المدن زي القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، مدينة الشروق، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، ومدينة العبور. انتم بقى قولوا لنا، هل عندكم اي مشاكل في سداد اقساط او مستحقات الحكومة؟ طيب شايفين قرار الغاء الغرامات ازاي؟ وهل هيشجع الناس على السداد؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.